ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو جامد جدا هيعجبكم ان شاء الله. معايا كرنبيطه صغيره. فهسلقها. هحط عليها ملح وكمون وميه بس، وهسلقها لحد ايه ما تبقى طريه. لان انا يعني ههرسها برضو شويه. بصوا ههرسها كده. فمش شرط ان هي ايه تبقى ناشفة شوية. يعني احنا لو هنعملها نحمرها زي الوردات كده العادية بالطريقة اللي هي التقليدية، مش هنسلقها جامد، لكن انا هسلقها ايه حلوة قوي عشان ههرسها زي ما انتوا شايفين كده. فانا هسلقها ايه زيادة شوية عن السلق العادي. عارفين الكرنبيط بجد من الحاجات المفيدة جدا، والاطفال والكبار، يعني في ناس كبار مش بيحبوه. فاحنا النهارده هنعمله بطريقة حلوة، هنخليهم بقى ياكلوه وهيطلبوه مننا تاني. يعني عايزه اقول لكم بجد الطريقه دي تحفه، يعني كل البيت عجبته جدا. وكمان يعني عملته قبل كده وطلبوه مني تاني، يعني بجد طريقه تحفه. كده انا هرست الكرنبيط، ومعايا 2 من البيض، وحطيت عليهم فلفل اسود معلقه كبيره كده، وهحط معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعايا معلقه كبيره من بهارات البرجر، وملح. احط كمون. كمون طبعا من الحاجات المهمة مع الكرنبيط، يعني عشان برضو يخلي الطعم حلو. معايا كمان الفنجان الصغير ده من اللبن او ربع كوباية من اللبن. بس كده. هنقلب كل الكلام ده مع بعض، ومعايا 4 معالق من الدقيق. معايا كمان الخضرة، واحدة من البقدونس، الشبت، الكزبرة. عايزة اقول لكم بجد يعني الخلطة دي او التركيبة الخضرة مع البهارات والحاجات دي كلها بجد عطت طعم حلو قوي. بس هنقلب كل الكلام ده مع بعض، ولو حسينا ان هو لسه عايز دقيق تاني هنحط له دقيق، لان احنا هنعمل برجر الكرنبيط. عايزه اقول لكم طلعت تحفه، يعني بجد احلى من البرجر. يعني عايزه اقول لكم الطعم احلى من طعم البرجر بجد. واكلنا حاجه مفيده وحاجه اقتصاديه كمان. فبجد يعني حلو من كل ناحيه. هنهرسه كده شويه مع بعض، او لو حابين نضربوه في الكبة. بس هو مش مستاهل، لان انا سلقت الكرنبيط حلو. فبجد اتهرس بسهولة، يعني مش محتاج ايه الكبة. لكن لو حابين نضرب كل الكلام ده في الكبة ماشي ممكن. فهتلاقوه برضو ايه حلو. هبدأ بقى اخد ايه بالكبشة كده شوية. بس بصوا يعني متماسكة ازاي وحلوة، هتدينا شكل البرجراية بقى. ممكن بقى لو حابين نعفرها بالدقيق عشان تبقى اسهل من كده في التحمير، ممكن. لكن هي بصوا والله سهلة، يعني لو مش حابين يعني ان احنا ايدينا تبقى مبهدلة وكده، ممكن نعفرها بالدقيق. بس هي بصوا هتبقى متماسكة في ثواني، يعني مش هتاخد وقت خالص. وممكن نحط بس نبل ايدينا بالزيت كده. هتلاقوها مش هتلزق في ايدينا ولا حاجة. بس عايزه اقول لكم الطعم حلو جدا، وبهارات طبعا البرجر عطت طعم تحفه. يعني أنا كنت قبل كده بحط عليها المرقه اللي هي البودر ديت، بس لا، بهارات البرجر بقى مخليها طعمها احلى واحلى. يعني جربوها بجد هتعجبكم، يعني مش كرنبيط العادي، لا، طعم مختلف جدا. وطبعا هنعمله بقى سندوتشات كده، لا هيعجبكم بجد. والناس بقى اللي مش بتحب الكرنبيط بجد لا هتحبوه. وخفيف جدا والله، مش عشان في الزيت يعني تقيل، لا ما شربش زيت كتير، لان هو يعني هش كده من البيض والبيكنج باودر، فبتحسوا لا الزيت مش كتير فيه. طيب لو حابينه بقى صحي بقى كامل، نعمل ايه؟ ممكن نحطه في الفرن بنفس الطريقة كده على ورق زبدة، ويا دوب رشة زيت بس، ونحطه تحت الشواية ونقلبه. برضو بيبقى حلو قوي. او لو عندكم بقى القلاية اللي هي الاير فراير دي بتبقى تحفة بقى. عايزة اقول لكم عملت فيها برضو حلوة جدا. بصوا، لا بجد تحفة بجد هيعجبكم، يعني جربوه بجد مش هتندموا. يعني لو بتعملوا الكرنبيط بالطريقة التقليدية، يعني ممكن ناخد شوية كده نجربهم برضو عشان ايه. آه هتشوفوا، لا هتشوفوا الطعم هيعجبكم، يعني مش هنقول لا مش حلو، لا ده تحفة.
ومعايا بقى عيش كايزر، يعني انا عملته معاملة بقى ايه سندوتشات البرجر. عايزة اقول لكم لا احلى بقى بجد، احلى من البرجر كتير. جربوه بجد هيعجبكم جدا. بصوا بقى انا معايا نفس الصينية ديت اللي كنت محمرة فيها، بس شلت طبعا قللت الزيت شوية. بس هدي تحميصة كده للعيش واحط الجبنة. بص يا دوب هحطها يعني اقل من الثانية، وايه هرفعها كده. بس هي ساحت شوية، وهبدأ بقى ايه احط البرجر عليها والطماطم والكابوتشي، يعني ايه برجر برجر مفيش كلام يعني. برجر اقتصادي بقى ده. احط طبعا بقى ايه المايونيز والكاتشب والحاجات بقى ايه اللي بنحطها مع البرجر، نفس الطريقة بالظبط. عايزة اقول لكم بجد لا حلو حلو جدا، لا طعمه مختلف ومختلف عن البرجر العادي. طبعا حلو ومفيد، يعني الخضار يعني احنا يعني في ولاد مش بيحبوا الحاجات دي والخضار مظلوم معانا، يعني بيحبوا الاكلات دي. بس البرجر بقى والبرجر الفراخ والحاجات المعروفة دي. لكن الكرنبيت بجد لا تحفة. بصوا، ولو عايزين تخففوها شوية يعني ممكن تقللوا شوية يعني. ما ناخدش يعني شوية كتير من الخليط ده، وتبقى اقل هتلاقوها قرمشت اكتر. بس هي كده حلوة جدا، تحفة مع الطماطم بقى والكابوتشي والحاجات دي، عطت طعم روعة. ولو طبعا عايزينها في العيش البلدي العادي برضو نعملها بنفس الطريقة سندوتشات او ناكلها عادي كده. لا حلوة بجد يعني في كل حالاتها، بس احنا عشان عملناها بقى معاملة البرجر فعملتها بقى في الكايزر والحاجات الحلوة بقى بتاعتنا دي. كده خلصنا الكمية كلها يعني. بصوا واحدة من الكرنبيت، واحدة كانت صغيرة اصلا عملت كمية حلوة. جربوا بقى وقولوا لي رأيكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.